هاتي طبق صغير او غطا حله يكون صغير كده وهاتيه، وتعالى اما نعمل بيهم فكره بجد اختراع. هتعجبك اول فكره بتاعتنا النهارده. بس يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسيش تشتركوا في القناه، وما تنسيش من دعمكم بلايك وشير للفيديو. وتعالوا نسمي ونصلي على رسول الله، ونشوف اول حاجه هنعملها ايه. اول حاجه كده نسمي بالله. هنحط هنا في طبق غويط هنضيف 3 كوبايات من الميه. والميه اللي انا معايراها هنا في المج اللي هو في كل بيت بيكون 250 جرام تقريبا. هتبتدي ان انت تحط الميه بتاعتك، واهم حاجه الميه تكون دافيه معاكي. تمام كده هنبتدي ننزل عليهم هنا بمعلقتين من معالق الاكل العاديه خميره فوريه. هو كان فاضل شويه كده في الكيس معلقه حطيتها وجبت معلقه من الكيس التاني. يبقى انا هنا حطيت معلقتين كبار كده من الخميره الفوريه. هضيف عليهم نص معلقه من الملح، واحط عليهم معلقتين كبار من السكر. وهقلب بقى كويس جدا لغايه الخميره بتاعتي دي مع الحبيبات بتاعتها الصغننه دي تختفي تماما، وتدوب كده في قلب الميه الدافيه بتاعتك. بصوا خلاص كده بعد ما قلبتها كويس جدا هبتدي انزل هنا بنص الكيلو من الدقيق. انا بنزل هنا شويه بشويه كده لغايه لما الم عجينه تكون ايه طريه معايا، لا تكون هي لابسه قوي ولا تكون هي طريه تكون بتلزق في ايدك، لا هتكون مظبوطه. بصوا انا نزلت هنا بنص الكميه ونزلت بالنص التاني. هتبتدي ان انتي تنزلي بشويه بشويه كده، علشان طبعا يعني لو مش متوفر عندك دقيق غير اللي انت بتعجني بيه ده، ما ي... العجينه ما تحتاجش معاكي دقيق تاني وتحتاري بقى هتحطي لها دقيق منين. تمام كده فانت تنزلي شويه بشويه لغايه العجينه ما تلم معاكي. بعد ما لمت معايا هبتدي ان انا انزل هنا بنص كوبايه من الزيت، وابتدي بقى ان انا اعجن كويس جدا العجينه بتاعتي بالطريقه دي. هتعجنيها كويس جدا لغايه العجينه ما تلم معاكي وتبقى بالشكل ده. هتبتدي بس ان انت تعجني فيها شويه كده علشان العجينه تنعم معاكي واي مخبوزات تطلع معاكي كده تكون هشه وقطنيه وحلوه قوي بعد ما تطلع معاكي من الفرن. لازم يعني تعجني الحاجه كويس جدا وتديها حقها في العجين بتاعها. تبتدي بقى بعد ما خلصتيها ونعمت معاكي تبتدي ان انت تغطيها وتسيبيها تخمر لغايه ما تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا هنا بقى كنت نسيتها شويه فهي خمرت زياده عن اللزوم، بس انت ايه ما تسيبهاش تخمر للدرجه دي. بس خمرت معاكي ابتدي بقى ان انت تشتغلي فيها على طول. هنبتدي بقى ان احنا ننزل الخمر ده ونبتدي ان احنا ننزلها كده عشان نقسمها على نصين ونشتغل فيها. بحط بس رشه كده من الدقيق بتاعي وابتدي ان انا انزل العجينه بتاعتي زي ما انتم ملاحظين كده. هبتدي بقى ان انا اقسمها على نصين واشتغل الاول في النص الاولاني ونسيب النص التاني كده نغطيه برضو عشان الوش بتاعه ايه ما ينشفش. هنحط بس رشة دي من فوق ومن تحت بالشكل ده. هتبتدي بقى ان انت ايه بين المفردة او النشابة زي ما انتم ملاحظين كده، وتبتدي ان انت تفرديها بالسمك اللي انتوا شايفينه ده. انا عايزة هنا افردها على شكل مستطيل مش مدور. بصوا بالطريقة دي. مش عايزاكي يعني تخلي العجينة رقيقة معاكي قوي، لا انا عايزة العجينة تكون متوسطة، يعني تكون محملة كده ما تكونش خفيفة قوي وانت بتفرديها، لا تكون محملة شوية. بعد ما فردتيها مستطيل كده تبتدي ان انت تجيبي الطرفين على بعض، وهتبتدي ان انت تجيبي هنا بطبق صغير كده، او لو عندك يكون عندك اللي هو الحرف بتاعه نازل لتحت، مش الحرف اللي هو الايه اللي هو المتساوي ده، لا انا عايزاه يكون حرف نازل لتحت شويه كده عشان ما تستخدميش السكينه، تقومي على طول عاملاه كده بغطا حله او اي حاجه. لو ما عندكيش بقى اعمليه زي كده وابتدي ان انت تعمليه بطبق صغير، وبعد كده اعمليه بالسكينه كده يدي معاكي الشكل ده. انت بتعملي ايه يا اسماء النهارده؟ انا بعمل لكم بقى النهارده العيش الكايزر بس بطريقه مختلفه كده وبطريقه سهله، وبجد كده هتكون اختراع حلو قوي. لو جربتيها وعملتها بالطريقه دي هتطلع معاكي اجمل واهش واخف عيش كايزر جربتيه. عمرك تاني ما هتشتريه بالغالي، وهتعمليه كده بشويه دقيق وشويه ميه
ويعني حاجة اقتصادية خالص، لا حطينا لبن ولا حطينا زبدة ولا حطينا سمنة، حاجات اقتصادية من البيت. اظن ان احنا عندنا الدقيق والمية في البيت متوفرين، والزيت كمان، يعني انا مش ما استخدمتش خالص لا زبدة ولا سمنة. بصوا هتحطيها بقى بعد ما يعني شلت الزيادة، هتبتدي ان انت تحطيها في الصاجة بتاعتك، بس بتهنيها زيت. تمام كده تعمليها. بصوا هتفرديها على مستطيل، وتبتدي ان انت تجيبي الطرف ده على الطرف ده، بس زي ما قلت لك كده يعني ما تكونش رهيفه قوي، تكون محمله شويه كده، والسمك بتاعها ما يكونش رهيف قوي لما تيجي تفرديها. هتبتدي بقى ان انت يعني بطبق صغير زي ما قلت لك كده، او غطا حله، وتبتدي ان انت ايه تدي معاكي الشكل العيش الحلو بتاعنا ده. لو اصغر من كده يكون افضل برضو، لو بتحبي العيش الكايزر يكون يعني حجمه صغير. وكمان بقى داخل علينا عيد الاضحى، كل سنه وانتم طيبين بقى. ولو عملتي برجر، لو عملتي يعني حبيتي ان انت تدلعي الاولاد كده، العيش ده هيبقى حلو قوي لو عملتيه. بصوا انا كده يعني بعد ما حددت كده مقاس العيش، هتبتدي ان انت ايه تعملي كده بالسكينة، تحددي بالسكينة، وبعد كده هتشيلي الزيادة، وتشيلي بقى الرغيف بتاعك بكل سهولة، وتحطيه هنا. بس ايه يعني تحاولي ان انت تعدلي شكله كده، وبعد كده تحطيه في الصاج. وهنا الزيادات بقى اللي كانت فاضلة معايا انا اشتغلت بيها برضو لغاية ما عملت كل الكمية بتاعتها. بس فاضل هنا يعني حتة صغننة كده، قلت اعملها ايه، عيش فينو، رغيف عيش فينو. بس ما شاء الله هيكون رغيف كده ايه كبير كده ومكلبس شويتين. هتبتدي ان انت تفرديه، وبعد كده هتروليه على بعضه. بس وانت بتلفيه كده حاولي ان انت تضغطي في اللفة، علشان خاطر ما يبقاش فيه فراغات من جوه، يعني مسامه تكون واسعة شوية كده. وانت ايه واحنا بنسويه هتضغطي كده وانت بتلفيه، وبعد كده بعد ما لفيناه هتبتدي ان انت تقفلي كده الرغيف الفينو بتاعك. بصوا هيبقى بالشكل ده. هتبتدي بقى تحطيه جنب هنا العيش الكايزر بتاعنا. هو كان ده بس، يعني انا بعد ما خلصت كل كمية العيش الكايزر بتاعتي كان فاضل ده بس. مش هينفع ان انا برضو ايه اشكله كده يعني بالطبق او بالغطا زي ما قلتلك. هتبتدي ان انتي تعمليه كده ايه عيش فين. بس كده خلصت بقى كل الكمية بتاعتي، وهبتدي بقى ان انا اسيبها لما تخمر معايا. وبعد ما تخمر معايا هنبتدي ان احنا ندهن الوش بتاعها. بصوا بعد ما خمرت معايا وعلت بالطريقه وعلت كده وحجمها اتضاعف كده، هتبتدي بقى ان انت بس حاولي كده وانت بتحطيها، يعني تسيبي مكان بين التانية واختها، علشان خاطر هما لسه بيتضاعف حجمهم برضو، وكمان بيتضاعف حجمهم في الفرن. تمام كده. لو عايزه زي ما قلت لك، لو عايزه تصغري عن كده، يعني حاولي ان انت تشوفي اي حاجه تكون اصغر من الطبق ده، هتكون برضو هيطلع معاكي حجم صغير. هنا انا يعني دهنت الوش هنا بشوية من اللبن، بالفرشة بتاعتي دهنت الوش. بس ملاحظة يعني لازم تعمليها ان انت وانت بتدهني الوش بتاعك اوعي تضغطي، علشان الخمر بتاعك ما يخرجش من الرغيف. تهني بالراحة، وبعد كده حطي سمسم على الوش، وبعد كده على طول سوي على طول. هتكوني مشغلة الفرن بتاعك على اعلى درجة، تكون مشغلاه من تحت. بصوا ما شاء الله، ولا اروع من كده. هتكوني مشغلاه من تحت، وبعد كده لو احتاج ان انت تشغلي الشوايه ياخد لون شويه، شغلي الشوايه. بصوا الهشاشه اللي فيه، عايزه اقول لكم تحفه. عايزه اقول لكم انا طلعته، وبعد كده ايه رشيته بس بخه من الميه كده، وغطيته علشان يطرى معاكي ويبقى بالجمال ده. شفتوا ما شاء الله ضاعف حجمه ازاي، شفتوا اللون بتاعه عامل ازاي. عايزه اقول لكم بقى هش وقطني. بصوا بقى تيجي تفتحيه كده بايدك على طول. بصوا تيجي تفتحيه يعني على طول تفتحيه كده، ومن غير ما تحتاجي سكينة او اي حاجة. بصوا الجمال بتاعه، بصوا اصلا قد ايه ان هو هش من جواه وقطني وتحفة يا بنات. جربوه بالطريقة دي علشان بجد هيعجبكم اوي. بصوا تعالى نفتح كمان واحد. عايزة اقول لكم قد ايه ان هو هش كده، وبتضغطي عليه يرجع لك تاني. ما شاء الله تحفة. بصوا بتفتحي الواحدة كده من غير سكينة او اي حاجة. قد ايه ان هو هش وقطني ولونه كده تحفة من جوه، وقد ايه ان هو بجد بيدوب كده حرفيا وانت بتاكليه. ما شاء الله. بصوا اصلا الرغيف اللي احنا عملناه في الاخر ما شاء الله تحفة. عايزة اقول لكم قد ايه ان هو خفيف كده، خفيف زي الريشة.
يعني لو المعجنات مش بتظبط معاكي بجد تتابعي القناة بتاعتي، عشان بجد هتلاقيها عبارة عن كلها مخبوزات ومعجنات كده. هتعجبك قوي القناة بتاعتنا. بصوا ما شاء الله، شايفين القلب بتاعه قد ايه ان هو هش كده ويتاكل حاف بجد من غير ما تحط فيه اي حاجة. بصوا انا هنا بقى عملت هنا، ما ينفعش بقى ان احنا عاملين عيش كايزر وما نطلعش البرجر بتاعنا اللي احنا عملناه في الفيديو اللي فات. اللي احنا عملنا البرجر ده اهو من القوانص. ارجعوا للفيديو اللي فات وشوفوا بقى القوانص احنا عملناها ازاي برجر وعملناها ازاي كفتة. بجد هتوفر معاكي قوي. شوفوا الفيديو بجد عشان هيعجبكم. انا حطيت هنا من صوص الجبنة، وابتديت ان انا احط البرجر بتاعي، وحطيت كمان الطماطم هنا شرايح وبصل شرايح. آه وبقى وهحط هنا كاتشب، يعني بقى على ذوقك بقى اعملي اللي انتي حباه. بصوا، بصوا الجمال بجد قد ايه ان هو تحفة. وكمان صوص الجبنة ده انا اللي كنت لسه عاملاه، يعني لو عايزين الطريقة بتاعته ان شاء الله قولولي وانا اعمله لكم في مرة. بصوا بقى الجمال قد ايه ان هو العيش اصلا كده يتاكل حاف من غير اي حاجة معاه. لو حطيتي كده في النص حتة جبنة بجد تحفة يا بنات، هيعجبكم اوي الطريقة دي. قولوا لي في الكومنتات رأيكم في الفيديو بتاعنا النهاردة، علشان بجد تشجيعكم ليا بيشجعني ان انا اقوم واعمل لكم افكار حلوة تعجبكم، وافكار حلوة للمخبوزات والمعجنات اللي انتوا بتحبوها. وان شاء الله كده يا رب يكون عجبكم الفيديو، وما تبخلوش عليا يا بنات بلايك وشير مع اصحابكم، واشتركوا في القناة لو انتوا لسه مش مشتركين، وفعلوا زر الجرس ولايكات يا بنات حلوة على الفيديو. واشوفكم على خير، مع السلامة.